جايز هيدي الكره اسمها كيكر بول، وخارب الدنيا على السوشيال ميديا انها كره بتلف بشكل مش طبيعي لما تشوطها. هيدي الكره مشهوره عن كره روبرتو كارلوس قد ما بتلف بشكل مخيف لما تشوطها. كرمال هيك اليوم جبناها لنجربها لنشوف اذا هي عن جد كره بتلف بشكل مش طبيعي او مجرد كذبه. معلومات سريعه عن هيدي الكره يا جماعه، هيدي الكره سعرها حوالي $30 حسب البلد اللي انت عايش فيه. هيدي الكره يا جماعه لما تجيبها حيث شكلها هيك، يا حتيجي بهالشكل يا حتيجي بقلب علبه. اذا اجت بقلب علبه الحلو انه بيطلع لك معها منفخ تطلع بهيدا الشكل. الكره مش مناسبه للمباريات، مناسبه لانه تتسلى فيها. هيدي الكرة يا جماعة وزنها حوالي 120 جرام مقارنة بالكرة الطبيعية. الكرة الطبيعية وزنها 500 جرام، يعني فرق مش طبيعي. وبتصور أكيد هذا هو السبب اللي بيخليها تلف بشكل مش طبيعي، إنها خفيفة فالهواء بيلعب فيها لعب. كرمال هيك بهذا الفيديو يا جماعة حنكون عم نجربها لهيدي الكرة ونقارنها قد ايه بتلف مقارنة بطابة الجابولاني اللي هي كرة كأس العالم 2010 ومقارنة بالطابة الطبيعية، ونشوف أي وحدة بتربح فيهم. ليتس جو. أوكي يا جماعة حنكون عم نجرب الكرة بثلاث تحديات. أول تحدي حيكون عندنا هو حنكون عم نجرب نسددها بطريقة النكل بول اللي كلكم تعرفوها تاعت كريستيانو رونالدو. هيدي اللي هيك نحاول نزرعها بزاوية 90 فوق. النكل بول هي الطابة اللي بتطلع هيك وبترجع بتنزل وبتلف هيك. حنرجع نعمل محاولات بالكره الطبيعيه، حنكون عم نقارنها كمان كره الجابولاني ونشوف اي كره بتلف اكثر شيء. اوكي يا جماعه اول محاوله بكره الكيكر بول. يا ساتر شو ها. اوكي الكره شوي خفيفه، بتصور لازم نحط فيها باور اقل شوي بحس تزبط معنا. المحاوله الثانيه طار لك. اوه ظبطها شوي. هي الكرة مش طبيعية يا جماعة، مشكلتها انها خفيفة كثير فما بتتوقع مسارها انت. اوكي هلا كرة الجابولاني، كرة الجابولاني يا جماعة اتقل شوي فبتصور هي ممكن تكون احسن للنكل بوز. بقول عن احسن كرة انعملت للنكل بوز. خلينا نجرب دار شو حيصير. اوه بالعارضة فينا بعدها نحسنها، بدنا نحاول نسددها ونصيبها بالزاوية مش بالعارضة. حضروا حلوة؟ قد ايه بتعطيها 10؟ 9 10. اوكي هلا حنجرب يا جماعة بالطابة الطبيعية ونشوف إذا بتزبط معنا نصيبها ناكل بول، بتزبط معنا يا ليه أو لا. اوكي يلا خلينا نشوف. ساعة عيون خلينا لإليه. اوكي اوه منيحة؟ لا بروح نجت يعني قريبة. طيب شوف لي هاي، شوف لي هاي رول هلا. يا الله هي بالكرة الطبيعية. اوكي يا جماعه مثل ما شفتوا الكرات الثلاثه منيح للناكل بولز. هلا انا برايي هيدي الكره هي احسن وحده للناكل بول، بيرجع الكره الطبيعيه بيرجع هيدي الكره. اكتبوا لنا بالتعليقات مين برايكم اي احسن وحده للناكل بولز. بس بكل الاحوال بتصور هيدي الكره مش معموله للناكل بولز بس معموله للكيرفز، يعني تشوطها من برا هيك او تشوطها تريفيلا تاعت روبرتو كارلوس هيك. كرمال هيك كرمال نعطيها حقها للكره كنا عم نحط للجول المهضوم بالنص. حنحاول نلف كل الكرات حواليه ونجيبهم بالجول اللي بعيد. بس هالمره ما حنكون حنجرب النكل بول، حنكون عم نجرب طريقه التريفيلا اللي صديق روبرتو كارلوس مشهور فيها، اللي هي كلها عباره عن انك تسدد الطابه بهيدي الطريقه. لحظه يا جماعه انا حسدد الكره لهونيك بهيدي الطريقه، الطابه حتطلع هيك وبتلف وتنزل بالجول هونيك. احضر روبرتو كارلوس عربي. يا الله شو ها. هيدي الكره يا جماعه مثل ما عم لكم معمول للتريفيلا مش للنكل بول. يا الله اوه كرة مش طبيعية يا جماعة. المرة الثانية يا جماعة حنحاول نحط فيها قوة أكثر لتطلع الطابة تلوح تنزل بالجول. شوف ليك كيف حتنزل بالجول. ليك لا مقصودة ولا لا؟ اوكي يا جماعة مثل ما شفتوا كرة الكيكر بول بالتريفيلا مش طبيعية حرفيا. بس هلا خلينا نجرب بالجابولاني. هيدا أول محاولة يا جماعة احضروا. اوه فينا حسنها. اوكي لفت بس فينا حسنها اكثر. حاعطيها كل عزمه. صار لقلك ايام جوزيه مورينيو. واخر شيء يا جماعه حنجرب كمان الكره الطبيعيه بالتريفيلا. لف قريبه محاوله منيحه. يا الله اوكي يا جماعه هذا بيجيبنا لاخر تشالنج عنا يا جماعه، اللي هو انه بدنا نحاول نسدد من الركنيه على الجول. بس هالمره حنسددها بطريقه الرابونا اللي هي هيك اللي كواريزما كثير مشهور فيها ونحاول نجيبها بالجول. اول محاوله يا جماعه بكره الكيكر بول، شوف اذا بتلف معنا. هي الكره بتلف مش لا بس نحاول نعينها اكثر، يعني نحاول نصوبها هيك ونخلي الهواء يجيبها هيك. بالضبط ايه يو حريجه كيف ما فاتت. لف جبتها اخيرا. جرب الجابولاني. هلا بتصور هالطابه ابدا مش منيحه للرابونا. شوف لقلك شوف من لوحده. اخ يا اجري يا اخي. يوه واخيرا كرة الشامبيونز ليج يا جماعه. احضر لقلك هي من اول محاوله حتفوت. احضر والله
هذا بيجيبنا لنهايه هذا التشالنج يا جماعه. بناء على كل التحديات انا برايي انه هيدي الكره هي احسن كره لللف، كره مش طبيعيه يا جماعه باللف حرفيا. هيدي بتاخذ المركز الاول، هيدي الكره اللي هي كره دوري الابطال بتاخذ المركز الثاني. هيدي طابه مش طبيعيه يا جماعه بس ما بتلف قد هيدي، اما هيدي فبتاخذ المركز الثالث. الشيء الوحيد اللي منيحه فيه هيدي هي الناكل بولز. بس شاركونا بالتعليقات واكتبوا لنا ايه برايكم احسن كره بين هود الثلاثه، كيف تصنفون اي مركز اول اي مركز ثاني واي مركز ثالث. هذا كان الفيديو اليوم يا جماعه. سبسكرايب لايك شير الفيديو وهذا الاشياء كلها بتعرفوها وسي